عندك منتج كويس، عندك جودة عالية، السعر بتاعك مناسب لكن المبيعات لسه ضعيفة. دي أكتر جملة بسمعها من العملاء بتوعي، والسبب بيتلخص في سوء الفهم الكبير اللي عند أغلب أصحاب المشاريع، وهو إن الناس مش بتشتري منتجات، الناس بتشتري براندات. حتى لو على القشرة بيبان إنهم مهتمين بالمنتج، في الحقيقة هم مهتمين بشيء أعمق بكتير. في كام شركة في السوق بتبيع موبايلات لكن ابل بتحقق اكبر مبيعات. في كام شركه في السوق بتبيع قهوه لكن ستاربكس بتحقق اكبر مبيعات. في كام شركه في السوق بتبيع احذيه رياضيه لكن نايكي واديداس بيحققوا اعلى مبيعات. دي مش عمليه جوده، دي عمليه ارتباط قوي بين الناس والبراند بيخليهم يشتروا من البراندات دي من غير تفكير. في الفيديو ده هقولك على الخطوات اللي محتاج تمشي عليها عشان تلعب اللعبه مظبوط وتقدر تزود مبيعاتك بغض النظر عن كلامك عن المنتج نفسه. اول خطوه، حدد جوهر البراند بتاعك. اكبر غلطه بشوفها والغلطه المدمره حتى لاكبر البراندات هي ان البراند ما يبقاش عارف جوهره ايه الحاجه الواحده اللي المفروض تيجي في دماغ العميل اول ما يسمع اسم البراند بتاعك. مثلا لو جت سيره عربيات فولفو، اول حاجه هتيجي في راسك هي الامان. لو جت سيره عربيات فيراري هتفتكر السرعه. لو جت سيره رولكس هتفتكر الفخامه. العميل العادي فيه الف حاجه في دماغه، عنده بيت وعنده عيله ومشاغل وحياه تانية خالص. لو ما سهلتش عليه الطريقه اللي هيفتكرك بيها فانت هتكون في طريق النسيان. تحديدك كمان للجوهر ده هيخلي كل قنواتك التسويقيه وحتى موظفينك بيعيدوا ويزيدوا في نفس الفكره، وده التكرار اللي هيحفر البراند بتاعك في ذاكره الجمهور. فلازم تسال نفسك وتسال الفريق اللي بتشتغل معاه، لو عايزين الجمهور يفتكرنا بحاجه واحده بس هتكون ايه هي؟ لو حد عنده 3 ثواني عشان يوصف البراند بتاعنا هيقول ايه؟ وبناء عليها ابتدي حط كل رسالك التسويقيه والمحتوى اللي هتنتجه. لو انت المنتج بتاعك كويس بس ما عندكش مبيعات، فغالبا اول سبب هو ان في غموض عنك في راس الجمهور وما عندهمش سبب واضح عشان يختاروك عن غيرك. تاني خطوه، خلي العميل يشوف نفسه في المنتج. دلوقتي انت حددت خلاص جوهر البراند، الخطوه الجايه هي انك تركز على قصه العميل. الناس مش بتشتري منتج، الناس بتشتري تحول، بتشتري تغيير، بتشتري نسخه افضل واحسن من نفسها او ظروف افضل من اللي هي فيها. لو فكرت في هواتف ايفون دايما بتفكر في المكانه الاجتماعيه، في الابداع والابتكار اللي المنتج هيضيفه في حياتك، ودي الاساليب التسويقيه اللي بيعتمدوا عليها. هتلاقيهم دايما بيركزوا على المستخدم مش المنتج، بيخلوا المنتج جزء من هويه الشخص ورحلته. اتحداك لو عارف كل الفيتشرز اللي موجوده في هواتف ايفون، او حتى مستخدمين الهواتف دي نفسها عارفين الفيتشرز اللي في تليفوناتهم لكن بيشتروها عشان عارفين ان التليفون ده هيخليني ابان بشكل اجتماعي مختلف وهيخلي الناس تشوفني بشكل مختلف. فلو منتجك كويس لكن مبيعاتك ضعيفه، ففي الغالب تركيزك في محتواك واعلاناتك معتمد على مزايا المنتج ومواصفاته مش على احلام وطموحات وهويه العميل نفسه. فابدا اسال نفسك ايه التحول اللي المنتج بتاعنا بيعمله في حياه العميل. العميل عايز يوصل لايه في حياته او عايز يبان ازاي وسط الناس، وازاي نخليه يشوف نفسه في المنتج بتاعنا، وركز على ده في تسويقك. تالت خطوه، حط سعرك على اساس القيمه. السعر ليه تأثير كبير جدا على إدراك الناس. أصحاب مشاريع كتير بيحطوا سعر منخفض عشان يجيبوا عملاء، لكن للأسف الناس بتربط السعر بالقيمة. السعر الرخيص يعني جودة رخيصة في دماغ العميل، حتى لو كان ده مش حقيقي. الآيفون بيتباع بأضعاف أسعار المنافسين مش لأن التكلفة عالية، لكن لأن السعر جزء من البراند. السعر العالي بيقول ده منتج مميز مش لأي حد، ولو عايز تشتريه لازم تدفع أكتر. أما السعر الرخيص والتخفيضات بتقول المنتج ده عادي، وأنا بدور على زباين ومحدش بيشتري مننا وأرجوكم الحقونا. لازم السعر بتاعك يعكس القيمة اللي بتقدمها مش التكلفة اللي بتدفعها. لازم تبيع للناس تجربة كاملة مش مجرد منتج، تبيع لهم مكانة اجتماعية، peace of mind، نجاح، ده اللي الناس بتدفع فيه. غير كده هتفضل تنافس على الأرخص. رابع خطوة، خلي شكل البراند ورسالته ثابتين. العميل بيتعامل مع البراند بتاعك في أماكن كتير، على الموقع الإلكتروني، على السوشيال ميديا، في الإعلانات، في خدمة العملاء، أو حتى في المحلات. لو تجربتك مش ثابتة وشكل البراند مش ثابت، فالثقة هتضعف وقرار الشراء هيتأجل. البراندات القوية بتتأكد إن كل نقطة اتصال مع العميل بتظهر بنفس الشبه وبنفس طريقة الكلام وبنفس الشخصية، سواء شفت إعلان على فيسبوك ولا دخلت على موقع ولا استلمت المنتج. لازم تحس إنك بتتعامل مع نفس البراند، وده بيثبت الصورة الذهنية عن البراند في دماغ العميل، وبيكون سهل جدا إنه يفتكرك ويميزك عن أي براند تاني. فلو مبيعاتك ضعيفة برغم إن المنتج قوي، لازم تبص على كل مراحل رحلة العميل معاك، من أول ما بيشوف المنتج في إعلان لحد ما بيدخل على الموقع ولا المحل ولا حتى يكلم خدمة العملاء، وتأكد إن كلها بتظهر نفس شخصية وشكل البراند. غير كده ممكن تكون بتخسر عملاء كتير لمجرد إن الثقة اتكسرت في النص.
خامس خطوة، ابني علاقة مع العميل. معظم أصحاب البراندات بيقفوا عند البيع، لو العميل اشترى يبقى خير وبركة، لو ما اشتراش نشوف غيره. ودي أكبر غلطة ممكن تعملها، خصوصا لو عايز تبني براند يكبر ويتوسع. العميل اللي اشترى منك هيكون بياع ليك بعد كده مع اللي يعرفهم ومع اللي يسألوه عن منتج زي اللي بتقدمه. لو شلت ايدك بعد البيعة، العميل ده مش هيفتكرك وهتضيع عليك فرصة مبيعات مجانية. عشان كده لازم يبقى عندك خطة تواصل لما بعد البيع، زي انك مثلا تتواصل معاه وتسأله عن تجربته، زي انك توفر له خطوط للدعم والمقترحات، زي انك تتواصل معاه في مناسباته زي عيد ميلاده مثلا. كل دي حاجات بسيطة، بس الحاجات البسيطة دي هي اللي بتعيش في ذاكرة الناس. ولو ما اشتراش منك، خد ايميله وابعت له محتوى يساعده في رحلته. مثلا العميل ده بيشتري عربية، ابعت له محتوى عن ازاي تختار، ازاي تقارن بين العربيات، ريفيوز لعملاء جربوا المنتج، او قصص نجاح لعملاء بيواجهوا نفس مشكلته. كل ده هيبين للعميل ان انت قلبك عليه، وفرصة انه يشتري منك مرة واتنين وتلاتة هتتضاعف. سادس خطوة، حدد عميلك مظبوط. لو انت المنتج بتاعك كويس بس مبيعاتك ضعيفة، فغالبا رسالتك التسويقية عامة وبتشد انتباه الجمهور الغلط. اكبر غلطة انك تحاول تبيع لكل الناس حتى لو شايف ان المنتج ده مناسب لاي حد، لانك لو اتكلمت لكل حد مش هتقنع اي حد. الرسالة هتبقى عامة وضعيفة ومحدش هيحس انها موجهة ليه. البراندات الناجحة عندها عميل مثالي محدد جدا، عارفين سنه، اهتماماته، مشاكله، احلامه، قيمه، اللغة اللي بيتكلم بيها، وبيتكلموا معاه مباشرة. لما تحدد العميل المثالي بتاعك بالتفصيل، الرسالة بتبقى قوية ومركزة. العميل بيحس ان البراند ده فاهمه وعارف احتياجاته، وبتصرف ميزانيتك التسويقية على القنوات الصح. فاعمل البحث بتاعك مظبوط، قابل عملاء، اختار الشريحة بتاعتك وافهمها كويس، وخلي المحتوى بتاعك موجه لمشاكلهم وطموحاتهم في الحياة. فالخلاصة، المنتج الكويس مش كفاية، في حاجات تانية أهم بكتير بتتحكم في قرار الشراء عند العملاء. لو أنت بتواجه المشكلة دي، فأنا ساعدت براندات كتيرة على مدار 15 سنة في تسويق البراندات، من مصر للسعودية للإمارات لحتى أوروبا وأمريكا. وهسيب لك إيميلي في الوصف لو عايز نتعاون مع بعض، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.